وأنصار المنتخب المغربي. ويأتي في الدقيقة 26 ها هي ملعوبة، الكرة محولة في المرة الأولى، بنعطيها في القائم الثاني، يتمكن من الوصول إلى مرمى الحارس سنبلحي. الأسبقية لبنعطية في هذه الكرة على حساب القائد عنتر يحيى. توزيع الأرضية من جديد ولكن بلحي يحاول حجي في هذه الكرة. عبد الحق بن شيخة هل طلب التغيير والتبديل؟ اعتقد انه طلب التغيير والتبديل وسياتي بعد قليل. فرحة كبيرة لعناصر المنتخب المغربي. هاي الكرة لمسة احد المدافعين الجزائريين، لمسة عنتر يحيى، الشماخ وجه لوجه ومنفردا مع الحارس مبلحي، وارضية في الزاوية البعيدة، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي. الدقيقة 37 صعبت المباراة على المنتخب الجزائري، صعبت 2 مقابل لا شيء بعد مرور تقريبا 39 دقيقة أو 39 دقيقة بالضبط. هدفين مقابل لا شيء. دفاع المنتخب الجزائري اليوم بعد خطأ كبير وغياب كلي لدفاع المنتخب الجزائري. ثلاثية في مرمى المنتخب الوطني الجزائري. فرحة كبيرة، جيراتس والشماخ. هي الكرة وحده استلم وروض وسجل في مرمى الحارس مبلحي بعد هذه الكرة. هو وحيدا امام مبلحي، حاجي منفردا. طبعا الرقابة غائبة والحراسة غائبة في كرة ثانية سانحة كانت سهلة وسمحت بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب المغربي. حجي في الدقيقة 61. فرحة كبيرة. سعيدي تلاعب بالمدافع مصطفى في هذه اللقطة كما نشاهد، وبعد ذلك حضر وسجل بطريقة سهلة في مرمى الحارس مبلحي منفردا طبعا بين أرجل الحارس مبلحي، والهدف الرابع. اطلاقا لم نكن نتوقع هذه النتيجة اطلاقا في الدقيقة 68. partager, مشاركة, share.